ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوعنا النهاردة يخص كل بنت، ومهم وضروري جدا ان كل بنت تسمع الكلام ده. بس قبل ما نبدأ اقعدي في مكان هادي ومريح وجهزي مشروبك اللي بتحبيه وتعالي نسمع سوا. من فترة قعدت مع نفسي كده وفضلت افكر في مشاكل البنات اللي بشوفها تقريبا يوميا في حياتي، وبعد بحث وتفكير توصلت الى ان 99% من مشاكلنا كبنات بتتمحور حوالين حب الذات، او بمعنى تاني مشاكلنا كلها هتتحل لو فعلا حبينا نفسنا. فعلشان كده النهاردة هتكلم معاكم عن ازاي نحب نفسنا، ازاي نهتم بنفسنا ونقدرها ونهتم بيها، ونتعامل مع نفسنا على إنها أكتر إنسان أو أكتر شخص بنحبه في الدنيا. فتابع معايا الفيديو للنهاية وخلونا نبدأ على طول. أول حاجة علشان تحبي نفسك هي إنك تعرفي نفسك الأول، تعرفي مهاراتك، تعرفي قدراتك وإمكانياتك، تعرفي ستايلك في الحياة، وتعرفي كمان الحاجات اللي بتحبيها والحاجات اللي مش بتحبيها، لأن طبيعي لو انتي معرفتيش نفسك عمرك ما هتقدري تحبيها. يعني مثلا أنا لو جبتلك هدية دلوقتي شكلها من بره جميل، بس انتي ما تعرفيش ايه اللي جواها، وطلبت منك انك تنبهري بالهدية دي وتحبيها جدا من غير ما تفتحيها، هل هتقدري فعلا تحبيها؟ هل هتكوني منبهرة بيها؟ أو هل هتكون الهدية دي فعلا مميزة عندك؟ الإجابة أكيد لأ. كذلك نفسك، هتحبيها ازاي وانتي مش عارفاها؟ هتحبيها ازاي وانتي مش عارفة ايه مميزاتها وعيوبها، أو ايه قدراتها وإمكانياتها؟ الموضوع هيبقى صعب جدا. فعلشان كده لازم كل يوم تكتشفي نفسك، تتعرفي عليها. كل يوم لازم تجربي حاجات جديدة تخليكي تعرفي شخصيتك، وبعد لما تجربي وتعرفي شخصيتك أكيد هتلاقي عندك عيوب ومميزات، ودورك هنا هو إنك تتقبلي عيوبك وتزودي مميزاتك. بمعنى إنك مش لما تلاقي عندك مشاكل تفضلي تجلدي في ذاتك وتركزي بس على العيوب اللي عندك، لا بالعكس، مهمتك هنا هي إنك تتقبلي نفسك بالحلو والوحش، تحبي نفسك بالإيجابي وبالسلبي. إحنا بشر وكلنا عندنا عيوب ومشاكل، وعندنا كمان مميزات وحاجات حلوة. فمش منطقي إننا كل لما نبص على نفسنا نشوف بس عيوبها ونفضل مركزين عليها ومتضايقين منها. طب ما احنا في المقابل عندنا مميزات، ليه مش بنشوفها؟ ليه أول لما بنبص في المراية بنشوف مشاكل بشرتنا قبل ما نشوف جمالنا وملامحنا؟ خليني أقولك إنك لو فضلتي مركزة على السلبيات عمرك ما هتقدري تحبي نفسك. زي بالظبط الهدية، لما تفتحيها هتلاقي فيها عيوب ومميزات. لو فضلتي مركزة بس على عيوب الهدية دي عمرك ما هتقدري تستمتعي بيها ولا هتقدري تحبيها. والمرحلة اللي بعد كده بعد ما تعرفي نفسك وتتقبليها هي إنك تقدريها. لما تكوني عارفة قيمة نفسك وقتها مش هتحتاجي تثبتي نفسك لحد، ولا هتحتاجي تبرري نفسك لحد، لأنك عايشة رحلة طويلة جدا مع نفسك، من أول مرحلة التعرف على نفسك لحد آخر مرحلة وهي حب نفسك أو إنك تعرفي فعلا نفسك. فلما تقدري نفسك عمرك ما هتقبلي بحاجة أقل من إمكانياتك ولا أقل من قدراتك. هتبقي عارفة كويس قوي انت مين وتستحقي ايه. والأكيد إن مفيش حد عارف نفسه ومتقبلها ومقدرها ومش بيثق فيها. والثقة دي كمان خلي بالك هتيجي مع معرفتك بنفسك، مش هتبقي مستنية إن حد يقدرك أو يعرفك نفسك ويعرفك قيمة نفسك ومهاراتك، لأنك بطبيعة الحال مقضية رحلة طويلة جدا مع نفسك وعارفة ايه هي مهاراتك وقدراتك وإمكانياتك. فطبيعي لما تعرفي نفسك هتثقي فيها وهتحبيها. وفي رحلتك بقى لمعرفة نفسك انت محتاجة فعلا تحبي نفسك، محتاجة تخصصي وقت لنفسك مع نفسك بس، والوقت ده يكون خاص بيكي انت لوحدك ومحدش يعرف عنه حاجة، لأن الناس أول لما يعرفوا حاجة بيبوظوها على طول. فخلي في ميعاد خاص بيكي انتي بس، وفي الوقت ده أو في الميعاد ده هتبقى جلسة دعم لنفسك أو جلسة حب أو جلسة تشجيع وطبطبة. هتقعدي مع نفسك كده قعدة تقدير لمحاولاتك اللي بتحاوليها في حياتك كل يوم، سواء بقى بتحاولي انك تكوني أحسن أو تكوني أنجح أو بتحاولي تغيري من حياتك للأحسن وتطوري من نفسك. أكيد كل واحدة فينا عندها حياة خاصة بيها عمالة تحاول فيها وتفشل وتنجح وتقع وتقوم وتحاول مرة واتنين وتلاتة. فاشكري نفسك على مجهودك اللي بتعمليه، وما تستنيش من حد انه يقدرك او يجي يقولك برافو، علشان وقتها تحسي بقيمة نفسك وتحسي باللي بتعمليه. ما تستنيش حد. قدري انت نفسك، حبي انت نفسك واهتمي بنفسك. كافئي كمان نفسك، هاتي لنفسك هدية تقديرا ليها ولمحاولاتها ولطموحاتها وصمودها، لانه خلي بالك لو انت ما قدرتيش نفسك مش هتلاقي اللي يقدرك، ولو ما حبتيش نفسك مش هتلاقي اللي يحبك. احنا بنستنى من الناس اللي في حياتنا انهم يحبونا ويقدرونا، بنستنى منهم ان احنا نكون غاليين عندهم، بس لو جينا بصينا لنفسنا هنلاقي ان احنا اصلا مش بنحب نفسنا ولا بنهتم بيها. يبقى ازاي عايزين الناس تحبنا وتهتم بينا؟ اهتمي انتي الاول بنفسك وحبي نفسك وركزي مع نفسك.
هتلاقي بعدها الناس اللي في حياتك بدأوا يحبوكي ويقدروكي فعلا. وخليني أقولك على حاجة كمان، انتي أهم حد في حياتك، انتي أهم من أي حاجة وأهم من أي شخص انتي بتحبيه أو أي حاجة بتحبيها. فلازم تكوني كويسة، لأنك لو ما كنتيش كويسة عمر ما في حاجة في حياتك هتبقى كويسة. فكفاية تلومي نفسك وتجلدي ذاتك، كفاية تنتقدي نفسك، خليكي رحيمة، حبي نفسك وتقبليها بعيوبها قبل مميزاتها. ولما تحبي نفسك كمان مش هتسمحي لحد انه يضايقها او يزعجها او حتى يتجاوز حدودها. لو في حد في حياتك مضايقك طلعيه من حياتك، لان على فكرة ده واجبك تجاه نفسك. نفسك بالظبط زي الطفل الصغير اللي محتاج حد يحميه، فانتي واجبك تجاه نفسك هنا انك تحميها من اي حد يزعجها او من اي حد يقلل من قيمتها او من اي حد مش بيثق فيها ولا بيحبها. لما تحبي نفسك هيرتفع عندك تقديرك لذاتك، وقتها مش هتسمحي لأي حد مزعج إنه يكون في حياتك. ولما نفسك تكون غالية كمان عندك عمرك ما هتسمحي لحد إنه يزعلها أو يضايقها. من حبك لنفسك كمان إنك تهتمي بيها كأنها حد بتحبيه، فتلبسي أجمل حاجة عندك وتخلي نفسك جميلة طول الوقت، تهتمي بصحتك وببشرتك وبشعرك، تعملي كل الحاجات دي علشان انتي بس بتحبي نفسك، تخرجي علشان بتحبي نفسك ومهتمة بصحتك النفسية، بتاخدي كورسات علشان بتحبي نفسك، وبتطوري من نفسك كمان علشان بتحبي نفسك. كل حاجة بتعمليها في حياتك لنفسك وعشان نفسك وعلشان بتحبي نفسك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تحطوا لايك لو عجبكم الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وأشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.